صباح الخير أيها الشعب العظيم، الآن بنفطر بنتوجه إلى ألمانيا، تابعونا. شوفوا هذا يبيع بس اللاب معجنات وصغار، شوفوا كم شاشة معه 42 إنش حتى برا. شوفوا يا شباب، هذا الحشيش، هذا محلات يبيعون لك نعناع بالحشيش، خمر بالحشيش. هذا اللي قلت لكم يلف الحشيش فيه، وهذا اللي قلت لكم راح بفتح لكم حبه. هنا يطحنون الحشيش ويحطوا كذا، وهذا كمان دق دق يقص يدوروا لما ينطحن يرجع باودر مش عارف ليش. وهذا اللي يعملوا لنا زي الفلتر، شوفوا كيف الورق يعملوا لنا لما يحطوا الشبوشه لانه تروح النكهه والسطله. هذول كلهم ورق شوفوا. وهذا عشان تلف، طبعا هذا للحشيش ولا السيجاره اللف، تحط هنا كل شيء بعدين تنتع كذا، مدري كيف تسوي المهم تلتف معك. وهذه رجل مدري قزمة يعني ايستريم. وهنا معنا البيبات حركات. لا لا يا شباب يقول لكم هذا شاهي، شوفوا مكتوب والله تين، والله طلع شاهي. شوفوا يو حركات شاهي بالحشيش يو. شوفوا زويدو تين مروان هذا حشيش هذا ها. يا سلام كنبس يا شباب. وكمان معانا شينجم، بقول لك شينجم بالحشيش فور وومن ده فور وومن فور مان فور ايفريثينج. وهذا كمان شوكولاته، هذا شوكولاته كمان بالحشيش. شوفوا نكهات انواع الحشيش هذا 6 يا اخي والله. شينجم نعناع برادر وابا ديم اذا حلال. نو ديس حلال 100% حلال. اوكي هذا شوكولاته عادي العام. كنت سبرايز كل شيء. وهذا الكيك الهولندي بالحشيش. How much is this? This is 8.99. 8.99 يعني تقريبا $15 كذا. اميشن هيز مدري ايش يعني. وداعا يا هولندا. شوفوا اخيرا طلعت لكم راسي. احفظوا معلومات الحشيش تمام. بيجي لكم امتحان مفاجئ، خليكم مركزين، المعلومات الاشكال الصور. شوفوا يا شباب هذا الزقاق الحائط عشان الرياح ما تأثرش على الطريق. يا اخي شوف العلم يا اخي الله. شوفوا ما زال مغطى حركات، حتى الطريق ما فيش ريح ما فيش حاجة، السكان ما ينتعش. تذكروا يا شباب لما قلت لكم حق السنيك باص لما هبط الطريق بدل ما يصلحوا لنا نقصوا السرعة من 50 إلى 30 عشان بس ما يصلحوش. شوفوا هذا ايش يسوون. شوفوا مكانه ما زال العازل حق الرياح، والطريق ما شاء الله ما في بوش ولا حفرة ولا أي شرخ ولا تشققات ولا أي شيء، عكس من داخل شيفيلد لا داخل دوفر آخر شيء في بريطانيا صرفنا أكثر من نص تانك. ونحن من وصلنا فرنسا بعد الفيري نزلنا إلى هولندا ما كملناش حتى ربع تانك، والآن متجهين بألمانيا ولسه ما عبيناش على نفس التانكي اللي لقينا فيه من بريطانيا. حبينا داخل تيسكو بشيفيلد. طبعا يا شباب شوفوا هذا المفترق اللون. الان دخلنا المانيا خلاص، هذه المانيا خلاص كملنا من بلجيكا من هولندا سوري. ولا في اي حدود، على نفس السرعه تستمر. ان شاء الله بوقف لكم بعدين قبل ما توصل بلجيكا بنصور. هذه المانيا. شوف كيف طيران مرسيدس يجيو طيران السرعه مفتوحه. هبلو سبورت العقل ام جي المرسيدس الاي كلاس. سناضي يوضح اوضح. الان وصلنا مدينه بريمن المانيا. وصلنا وبنفس العملة تستعمل اليورو أو تقدر تستعمل الباند، بس أحسن تصرف لك يورو وتعال. شباب الآن مطعم تركي يا سلام. هذا يقول لك مرق بس اللون حقه في الدم زيت. أنا سمعت إنه ألمانيا دولة قوية اقتصاديا، دولة مصدرة، لكن إنهم ركبوا ساعة بالحمام إيش يعني؟ نزل ركب.
يعني الواحد ينزل ركاب ايش مستعجل يقول بالوقت معك دقيقتين تنزل ركاب دقيقة الله الواحد يعبي المعدة حقه باكل حلال يا سلام فنشتو صور. اعطيكم معلومة سريعة عن المانيا ممنوع تفعل السلام حق هتلر هذيك التحية، لكن عادي انك تتكلم عن تاريخه تتكلم على التاريخ حقه ايش اللي سواه، لانه في ناس يقدسوه يعتبرونه قائد عظيم بس اخطأ، وفي ناس يكرهوه المانيين يعني. فلحد اليوم المانيا تدفع لليهود فلوس حول العالم، تدفع لهم فلوس تعويضا عن المجزرة اللي سووا المحرقة حق اليهود. فمسموح لليهود يقول يشوفوا حقهم المقابر حق اجدادهم، وهذا مسموح لهم يدخلوا يعني هذا تخفيض، لكن ممنوع انك تقول مثلا صيح له واحد تقول له هتلر ولا اي شيء، هنا انت سويت جريمه يعاقب عليها القانون. مالكم من المقطع ده؟ شوفوا الكلب اللي ماشي اقسم بالله شكله فار ايش ده يا اخي؟ هذه المرسيدسات ولا بلاش جي تي اس اي ام جي، ما تقيش الا اي ام جي، شو كيف الارض تهتز ما شاء الله. الحين لو كنت انا قبت الباص حقي كنت بطفيه اخليه يطفي السيارة مش من الزمن الازعاج قهر على صوته. شوفوا يا شباب في المانيا يحطوا القزمات برا على البيت، ما تدخلش القزمة معاك، شو على حركات. كومن يا شباب، انا احسب الجدار هذا مشكل كذا ويل بيبر عامل له قراطيس، لما طفيت السراج ووصلت الضوء حق الايفون طلع جدار ابيض كل شيء ابيض. يا شباب اشرح لكم على هولندا، والله الصراحة يعني فيها حاجات احسن من بريطانيا ب1000 مرة. اول شيء الاشغال بتبدأ من 9 يورو، 9 يورو في الساعة، وعن كل 6 شهور تزيد لين 5 سنين بعدين وقف ما عاد تزيدش، بس يكون لك حقوق ولك يعني علاج وده، والاشغال متوفرة بشكل كبير. فيقول لك كمان ايجار البيت 400 يورو 300 يورو ايجار الفلات، فين هذا رخيص. وفوق هذا كامل انت لو تشتري البيت تروح للحكومة توقع معاهم عقد انك بتشتري البيت، بدل ما كنت تدفع 300 تدفع 350 370، بعدين يقول لك خلاص تمتلكه. في حالة قال لك اطفال يعني بيت اكبر ياخذوا منك البيت يعطوك بيت اكبر، وبعدين يشوفوا كم دفعت وكم عليه وكم البيت الجديد زيادة وتدفع وخلاص تكمل عيشتك. يعني ما يحتاج زي بريطانيا تروح تدور قرض من البنك وحقك الكريدت شيك لازم يكون تمام عشان يعطولك اللون، بعدين تروح لما الكونسل تشتري البيت بدون فوائد، يعني تقسط الحكومة بدون فوائد. عندنا احنا على الفوائد يعني البنك ما يرحمكش، شغله في سيارة بيت كل. ولا المعيشة قدكم عارفين يعني نفس بريطانيا الاسعار، بس 9 جنيه بالساعة، عندنا بريطانيا 6 جنيه. يعني صاحبنا يستلم 12 جنيه بالساعة، نحن 6 جنيه ضباط ولواء ب6 جنيه بريطانيا. يا شيخ عمتي قاسة داخل بريطانيا من زمان تشتغل لحد اليوم راتبه 6 جنيه و25 فلس. تعرف ان الملكة اليزابيث عرفتوا عمتي؟ اسمع هذه قوية. هولندا مسموح الحشيش فيه تمام، تحشش تشتري من المقهى يشتري من الحكومة، ما يشتريش من تجار ولا يزرعهم. يعني ممنوع تحشش انت بالشارع، ممنوع تحشش وانت تسوق، تحشش بالمقهى ولا ببيتك، هذا قانون في هولندا. المشكلة تعرفوا ايش؟ المشكلة يقول لك لو مسكونك وانت مسطول معاهم جهاز العام يطلع انك مسطول، مش عارف كيف، اللي تقول لي في معاهم جهاز. المهم لو مسكونك وانت مسطول يسجنونك 3 ايام، يشيلوا السيارة عليك حجز 3 ايام تمام. شوفوا ايش يسوون لك داخل السجن، يقول لك في الليل داخل السجن وانت مسجون في الليل بعد العشاء يقول لك صاروخ تشربه، تخيلوا صاروخ حكومي يعني دولي تشربه. يعني انت مسجون لانك مسطول، تدخل السجن يسطلوا بك. يا اخي والله دولة نعمة تربية.